هو الشيخ، وهو الرجل، وهو السياسي، وهو الشاعر، شخصية اجتماعية عربية مشهورة، له من المجد النصيب الأوفر، فهو ينتمي إلى أحد أعرق العائلات الحاكمة في الخليج العربي، عائلة الصباح المنتمية إلى قبيلة عنزة الغنية عن كل التعاريف، وله من الأصالة عمقها. رجل يستقبلك بحفاوة وترحيب لا حدود لهما، يأخذك في حديثه على قارب المعرفة ليوصلك إلى هدفك المنشود. وهو السياسي من الطراز النادر، يمتلك علاقات ممتدة وصداقات متنامية مع كل الدول التي مثل الكويت فيها، فقد كان سفيرا للخير ولدولة الكويت، وكان سفيرا للغير، خليجيين وعرب. كل من التقيتهم في دولة الكويت يكن لهذه الشخصية الهامة كل حب وتقدير، بل إن بعضهم أصر على أن أسأل عن سبب هذه المحبة الجارفة من جميع أطياف الشعب الكويتي. وهو مع كل ذلك وأكثر لا زال الشعر ونيسة وجليسة في أحيان كثيرة، فهو الشاعر ومتذوق الشعر، ولعله من الشخصيات العربية النادرة التي مدحت بأكثر من 1000 قصيدة. هو الحاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والبكالوريوس في العلوم السياسية، ومن أهم المناصب التي تقلدها وكيل وزارة عام بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، ومدير إدارة المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد، عضو لجنة شؤون الأسرة الحاكمة، ورئيس اللجان المنظمة في الاحتفال بالعيد الوطني ال40 وعيد التحرير العاشر بدولة الكويت. له دور بارز ومهم في شؤون القبائل داخل الكويت وخارجها. عمل سفيرا لدولة الكويت بسلطنة عمان، وسفيرا لدولة الكويت بالمملكة الأردنية الهاشمية. ولعل الاختصار عن هذه الشخصية الهامة بحضور بيتين للشاعر حمد العزب رحمه الله، عندما يقول: ديوان من لا جاه شر عواقيب، فيصل لياج العلم علم وكادي، عند ابو مالك عز كل الاصاحيب عز الرفيق، اللي حدثها الحوادي. باختصار مطول، هو الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح. أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم رموز. رمز هذه الحلقة حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد والماجستير في إدارة الأعمال. حصل على الدكتوراه في القيادة المتميزة في خدمة السلام العالمي والاستجابة لنجدة الأشقاء والأصدقاء. هو رئيس اللجنة المنظمة بالعيد الوطني ال40. هو السياسي المخضرم وسفير دولة الكويت الشقيقة في أكثر من بلد. باسمكم جميعا مشاهدي الكرام أرحب بمعالي الشيخ الدكتور فيصل الحمود المالك الصباح. حياك الله بحمود. حياك الله، يا اهلا وسهلا، حياكم الله. نبدأ بالجانب الذاتي ولا بالجانب السياسي لليومين هذه؟ اللي تبي انا جاهز. الشيخ فيصل الحمود سياسي مخضرم وسياسي قريب من الأحداث، كيف ترى الأحداث اللي اليومين تمر فيها المنطقة؟ بداية أحييك وأحيي كل الفريق العامل معكم، وتحياتي إلى هذه الفضائية اللامعة الواعدة، وأحيي المشاهدين جميعا على وقتهم الثمين الذي أعطونا بأن يروا هذا اللقاء المتواضع. والسياسة هي دائما يعني تعيش معنا منذ الصغر، متلونة متعددة متغيرة ومجريات الحياة الحديثة، ولكن نشكر الله والحمد لله أن الله نعم علينا في أوطاننا وفي بلداننا، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي نعتبرها دولة واحدة بفضل قياداتها الحكيمة وشعوبها الطيبة. الحمد لله نحن نعيش في رغد وفي سعادة وفي يعني طمأنينة وفي خير، ودائما كما ترون نتألم لآلام أمتنا العربية والإسلامية، ويعني نزعل على زعلهم ونحزن على أحزانهم، ونتمنى دائما إليهم التوفيق والنجاح. وبشكل عام الحمد لله الأوضاع في المنطقة عندنا احنا هنا بشكل خاص أوضاع طيبة، وأوضاع يعني بدون أي ري أو زيافة أو مجاملة، مشاهدة على الواقع، سواء في الكويت أو في السعودية أو في البحرين، في قطر، الإمارات، عمان. يعني هذه دول مجلس التعاون، إن شاء الله الدول اللي حوالينا سواء كانت دول أتت عليها متغيرات كما أشقائنا في العراق أو في تونس أو في مصر أو في ليبيا أو في سوريا، ندعو الله العلي القدير إن شاء الله في اليمن أن يوفقهم ويتمم عليهم كما يقول الإنسان نعمتان جاحدتان لدى الإنسان، الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان. الأمن في الأوطان موضوع ما هو سهل، يعني اليوم احنا ننام وأبوابنا مشرعة،
نروح ونجي بكل معايير حياتنا، وهذه والله يا أخوان من غير مجاملة نعم من نعم الله التي هي كما الهواء والغذاء وما شابه ذلك. فنسأل الله العلي القدير إن شاء الله بالتوفيق. وإحنا بدورنا في دول مجلس التعاون يعني بشكل عام، وأنا أتكلم يعني لا أريد أن أتحدث عن الكويت لأن الكويت هي جزء من هذه المنظومة الخليجية. نعم. وبالتالي إن ما بدر منا أيادي بيضاء ومرابع خضراء وخيرات ومسرات لن يبدر منا لا للداخل ولا للخارج. جميل جميل جميل. دول الخليج لا شك يعني دعوة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة للاتحاد دول الخليج تكون اتحاد، كيف تراها؟ أراها دعوة صائبة ورؤى ثاقبة هادفة واعدة، لأن هذه الدعوة التي أتت على لسان زعيم أمة وليس دولة كما هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه ويمده بوفور الصحة والعافية والعمر المديد، ما أطلق هذه الدعوة إلا يرى بأن هذه الدول مجلس التعاون هي مجسدة. نعم. ونحن دائما نقول كما البيت الذي فيه 6 أجنحة، هو كيانه واحد وبابه واحد ومنافذه واحدة، ولكن أجنحته في الداخل متراصة في هذا البيت. هذا هو البيت الخليجي. نعم. وهذه هي الدول ال6. فنحن مع دعوة خادم الحرمين ونذهب إلى أبعد مدى في موضوع التعاون بمعنى اليوم، وليسمع الجميع وبكل شفافية. العمل الفردي يبقى ضعيف، العمل الجماعي هو الذي يسود وهو الذي يتقدم على غرار دول السوق الأوروبية كما ترون اليوم ودول حلف آسيا ودول يعني اختلفت الأمور، ونتمنى إن شاء الله بالمستقبل مزيد ومزيد من التقارب حتى يكون ذلك لنفع على بلدان. نعم. الربيع العربي، هل صحيح هناك ربيع عربي أم أنها سياسة متغيرات فقط في والله احنا بالخليج عندنا ربيع اللي يحب قلبك مثل فئة التنهات ومثل نعم الربيع الاولي هذا اللي متعودين عليه. معلش يوروني امس ما شاء الله تبارك الرحمن هالبردي اللي يكبر من حبة البيض والخضار، هذا ربيعنا. نعم. ابواب الحكام مفتوحة في كل دول مجلس التعاون وفي خير ونعمة، ولا اقولها يعني كرجل وانا اتشرف اني من هذه الاسرة وابن هذه النظام، وكما انا ابن هذه الاسرة كما ابن الاسر كلها كما ابن الشعب كما ابن الشعوب كلها. نعم. نحن اخي العزيز في دول مجلس التعاون، واقول لك بكل صراحة عندنا كل اريحية وكل صدق. الربيع العربي الذي اتى في موضوع تغيير الانظمة والثورات مبني على 3 كلمات، كل كلمة من 3 أحرف، انتبه، وردت في الكتاب والسنة وأعطيت حقها: ظلم وفقر وقهر. نعم. والظلم تكلم عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. نعم. الظلمات وبشر الظالمين. وأن الله حرم الظلم على نفسه يعني. صحيح. والقهر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياك وقهر الرجال. نعم. والفقر كما قال الإمام علي رضي الله عنه لو أنه رجل لقتلته. نعم. هذه الكلمات ال3 اللي هي كلها على بعضها إذا جمعتها ب9 أحرف ما هي موجودة عندنا والحمد لله. لا عندنا في دول الخليج ظلم ولا عندنا قهر ولا عندنا فقر. وهذه على اليوم ماكو شيء مخبى، لكن هي قد وجدت في هذه الدول سواء كانت هاي الكلمات ال3 مجتمعة أو 2 منها، وعلى قدر الواقع أتى التعامل، وعلى قدر مكانه أتى الاحترام، وعلى قدر ما هي فيه من الشعوب ثارت. لكن الحمد لله ان شاء الله ندعو لهم. جميل ابو حمود، انت سياسي مخضرم ولا شك، وانا يعني اتابع مسيرتك من سنوات وعارف هذا الشيء. لماذا يعني يقال لعبه السياسه لعبه غير نزيهه الى حد كبير يعني؟ لا، هي مفهوم السياسه لا يوجد فيها صداقه دائمه ولا عداوه دائمه. مصالح مشتركه. مصالح وعلاقات، يعني دائما الانسان بالنوايا الحسنه وبالقلوب الطاهره وبالمسيره الطيبه يعني ينطلق ويسود. قد السياسة تحتاج بعض الوقت انك تغير فيها من هالامور هذه اللي فيها، لكن انا عن نفسي واقولها بكل صراحة يعني يمكن حوالي قرابة 30 عام في العمل السياسي الان. 30 عام بس ترى ماني كبير يعني، حتى الاربعينات ما طلعت منها. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية طويل ان شاء الله. بدأت مبكر وتزوجت مبكر الحمد لله وتخرجت مبكر، لكن عن نفسي والله ما تعاملت إلا في كل أريحية وكل بساطة وكل نوايا حسنة وكل ود. رسالتي لما أتيت أمثل بلادي الكويت في الخارج في دول سواء كانت سلطنة عمان أو جمهورية موريشيوس محال، ومن ثم للمملكة الأردنية الهاشمية، وكنت محال لدى فلسطين وغطي الإخوان في العراق. نعم. وأنت تعرف وضعنا مع العراق وفلسطين والأردن كانت. صح. أتيت بأن منذ أن نزلت في مطار الأردن قلت لهم بكل صراحة يا أخوان
أنا جايكم بنفس طيب، بنفس ودي ونفس محبة. سأغير لكم الكراهية إلى ود، والبغضاء إلى حب، والسواد إلى بياض، والفجوات إلى تقارب، وعلى غرار ذلك عد وقيس. والحمد لله أتت النوايا حسنة، واستطعت أن أحصل على 3 أوسمة رفيعة المستوى من هذه الدول الثلاث، وقبلها أيضا وسامين من سلطنة عمان وموريشيوس. فكان لي الشرف أني أتقلد أعلى 5 أوسمة رفيعة المستوى رئاسية، وهما وسام النعمان من الدرجة الأولى اللي قدمها السلطان قابوس في عمان، ووسام الرئاسة من الدرجة الأولى اللي أعطاني رئيس جمهورية موريشيوس، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى اللي أعطاني الملك عبد الله الثاني، ووسام القدس من الدرجة الأولى اللي أعطاني الرئيس محمود عباس أبو مازن، ووسام الرافدين من درجة المحبة والتقدير اللي أعطوني إياه الجالية العراقية وأخواننا في العراق. هذا يجسد أن العمل السياسي مو كله يعني بهالطريقة، لا والله الأمور إن شاء الله طيبة. لا في وسام ما ذكرت أنت. اي وسام المحبة من شعب الكويت. يعني أنا يعني الزملاء الإعلاميين واللي أجلس معهم قالوا الشيخ فيصل ما شاء الله هذا، بس اسأل ليش الشعب الكويتي يحب هذا؟ أنت السياسة 30 سنة أكثرها برا، يعني في محبة هنا يعني فعلا حقيقية يعني. والله طول العمر أنا بقول لك شغلة، هذه المحبة نعمة من الله، ومن رضى الله عنه يعني من محبة رضى الله عليك محبة الناس إليك. وصدقني محبة الناس هو رصيدي اللي أنا أتباهى وأفتخر فيه. وكنت قد جربته في مناسبتين، تعرف الإنسان في الأفراح والأتراح. في زواج أحد إخواني أتاني عدد يعني كبير في هذا الديوان، وفي وفاة والدي رحمة الله عليه أيضا، في عزاه أتاني يعني رقم كنت أتباهى فيه أمام الله أن كل واحد يدعي للوالدي رحمة الله عليه، وأتكلم عن أرقام بالألوف. بس اللي أنا بنوه عنه هنا ثق وأعتقد ترى هذه المحبة أبادلها بأكثر استفاضة في المحبة، وأيضا تسبب لي مزيد من التواضع والجلد والإقدام والعطاء. لا تتوقع كلمات ما أعرفها بحياتي، والله رب هذا الماء الذي يغسل الحي والميت. كلمة كبرياء أو كبر لا سمح الله، أو غرور أو شوفة نفس أو بخل أو جبن أو كذب أو وعد كلها معرفة. فالنية الصادقة والنية الحسنة والتعامل فيها هي اللي تجيب لك الناس. أيضا في شغلة وأنا أخوك يقولون العرب من قدم السبت لقى لحم، ومن جاك مدني في صلاة الجمعة الصف الأول زاد عليه هجرة. أنا أيضا يعني أوصل الناس والقبائل بشكل عام يعني قريب حتى مع شغلك السياسي، حتى مع هذا ما يتعارض. السياسة بمجالها، الاجتماع بمجالها، الحياة بمجالها. أنا بفاجئك مع الشيخ بشغلة. يعني أنت سويت معنا تحديدا احنا إعلاميين زمان أيام فواصل عمل، واتصل فينا مكتبك من سلطنة عمان للدعم الشعر يوم كان عندنا جولة شعرية في سلطنة عمان، وبادرت أنت ويعني سويت شغل كبير. هل هذا برضو أيضا من باب التواصل مع الإعلاميين حتى في الخليج العربي يعني بمبادرة منك أو بمحبة في الشعر نفسه يعني؟ والله طول عمري أنا أحب الناس وأكون معك صريح. يعني بابي في بيوتي ماكو باب، ما أتكلم إنه ماكو باب مفتوح. لما سويت بيت كبير في الأردن أطلقت عليه اسم بيت العرب، وليس كان باستطاعتي أسميه قصر الكويت، وهو قصر كبير. هو يعني مقر إقامة السفير. وغيرت كلمة قصر إلى كلمة بيت، وكلمة الكويت إلى كلمة العرب، على اعتبار القصور هي للحكام والرؤساء والملوك والسلاطين، وأنا لست بذلك. وكلمة الكويت هي جزء من العرب، فوضعت لافتة عليه وسميتها بيت العرب. وبالفعل ما يبقى يجي سعودي، خليجي، قطري، إماراتي، بحريني، عماني، إضافة للإخوان الكويتيين، عراقي، فلسطيني، سوري، أردني، عربي، الله يحييك، تعالوا أنتوا اللي إلى درجة حتى أحد الإخوان تعرف من الأصدقاء من باب المداعبة قال لي يابا وإحنا لك راد، قلت هم ولك راد معانا. يعني النوايا طيبة. فهاي الناس والتواصل معاهم غريزة فيني وأحبها. فحرص إن جاء شاعر وإن جاء مثقف وإن جاء دكتور وإن جاء يعني وأيضا أمور الدين ترى أوقف عندها أنا يعني أتعب على أمور الدين والعمل الخيري والتواصل فيها، وأحب يعني مطلقين الحمد يصلين الثواب إلى نوعا ما أحترمهم وأقدرهم وأنزلهم منازلهم. فهذه كيفية يعني طريقة حياتي. حتى لما مرة قالوا لي طلع تويتر والتواصل الاجتماعي، أنا ترى رفيقك مع هذا لكن البداوية فيني. قلت تويتر وش اللي جانا هذا؟ تويتر جديد؟ قالوا والله كذا كذا. دخلت
لقيت هذا اللي قاعد يسوونه، يعني انا كنت اسويه شخصيا فعليا على ارض الواقع. يعني نعم. فلان لا مرض سالت عنه، فلان اذا صار راي اقوله يعني. وتسوي بشكل مرهق مع الشيخ. الان هذا بشكل يعني مريح جدا، يعني ممكن ترسل رساله للجميع يعني. لا بس ما انا عندي موقع وراح اعطيكم اياه، موقع جديد وحدثته اللي هو www.abumalik.com. لكن هذا ما يمنعني ان اوصل الناس تبي الملاقه وتبي يعني الحضور وتبي المشاركه الفعليه. ترى اذا تبعنا تبارك لي بمسج وتحمد لي بالسلامه بتويتر وتعزيني بتليفون، صرنا في قطيعه. نعم، واختفت الاصوات. هذا التواصل يجب ان يبدا من حيث تواصلنا الاجتماعي اللي في عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا ومبادئنا ومثلنا العربيه الاصيله المغرزه اللي احنا نتعاملها. وكما دائما نقول يعني ظفاره الدين وفلاح الدنيا، واعتقد ان الثنتين في ظفاره الدين وفلاح الدنيا يحتاجون الى التواصل والعلم الطيب والشكاله والامور اللي ان شاء الله الواحد يحرص عليها بالجود والطيب والكرم والسطر كلها. يعني هذه سبيلها اللي يتعب عليها شرواك الطيب. يعني الهوايات والخيل يعني الشعر. بعد فاصل قصير مع الشيخ. استاذنك طال عمرك. الله يحييك.